السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكون اموركم بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم رجعت لكم فيديو جديد اللي نتمنى انه يعجبكم. فيديو متنوع، غادي نشارك معكم بزاف ديال الحوايج، نتمنى انكم تبقاو معايا حتى لاخر فيديو. ما تنساوش تخليو جيم وتعليق زوين بحالكم، وتبارطاجيو القناه مع الحباب والصحاب وفي مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بالناس اللي انضموا للقناه، كنقول لكم الدار داركم اولا القناه قناتكم، والناس القدام راكم نتوما مالين القناه. اول حاجه كما كتشوفوا هنايا بديت معكم الروتين. هذا روتين مسائي اللي كنعتمد عليه، كينفعني بزاف. يعني في الصباح كتكوني هكا مدروكه بالشغل، يعني كتحاولي انك تحيدي لك بزاف ديال الحوايج في العشيه باش هكا كتربحي الوقت في الصباح. اول حاجه كما كتشوفوا خدمت الماكينه، درت الحوايج اللي تيتصبنوا، ودزت هنا باش نمسح هاد الشوفو. هذا هو ابيض، يعني كيبانوا فيه دي طاش هكا اللي هما خفافين. هنا خديت فوطه درت فيها جافيل ومسحته مزيان من الفوق ومن الجناب، يعني مسحته مزيان. هنا ايضا دزت لهاد المجوره هادو اللي كنحط فيهم معلقات، الفرشيطات، الماس من الداخل راهم نقيين، غير حاولت انني ندوز لهم مسيحه ايضا بديك الفويطه اللي فيها جافيل. مسحتهم مزيان، عقمتهم، حطيتهم على جنب. بالنسبه لهنايا دزت باش نمسح هاد لابارتي هذه ديال سطح العمل. درت واحد الحليفه هي فيها مسحوق الاواني وجافيل، وبديت تنحك بهذا الشيء مزيان مزيان، خصوصا الجوانب كنحاول انني نحكم مزيان بهذا الشيء هادي. كما شفتوا هنايا في هذوك القناه عندي واحد لي طاش كحلين، ما عرفتش، ودرت لهم الجيرير. صراحه دغيا تحيدوا هذاك البرودوي قد ما هو زوين، صراحه ما بقاش في السوق. كنقلب عليه ما كنلقاهش، لقيته في واحد المحل وعنده كميه اللي هي قليله بزاف. يعني مشيت لقيت عنده تقريبا 2، هزيتهم. وصلت الثمن ديالو 30 درهم، كان كيدير غير ب 26 25 درهم، ولا ب 30 درهم. قلت مادام ما بقاش اللهم ناخذ منه ستوك ونخليه عندي حيت كنحتاجو بزاف. هنا رجعت كل حاجه بلاصتها، غسلت دوك الميعنات حطيتهم بلاصتهم يتسقطروا. هنا غادي ندوز نعقم معكم الحوض الغسيل. انا هنايا عندي اينوكس، يعني مره في الشهر هكا كنحاول ندير ليها التنظيف العميق باش هكا يبقى هذيك اللمعه ديالو. خديت هنايا داك مستر بي ديال بيم. صراحه حنا بيم ما عندناش في مراكش، انا كندير ليه غير كوموند وكيجيني. يعني كما كتشوفوا لا تيكستور ديالو كتكون بيضه وثقيله. لا تيكستور ديالو شديته رشيته كامل على هذا السطح او عفوا حوض الغسيل، وخديت هذيك الشيته وبديت تنحك مزيان. كما كتشوفوا كيولي نقي لامع، واهم حاجه كيعقم لكم الروبينيات، وايضا الحوض اللي كتغسلوا فيه الاواني. دزت مباشره هنايا غادي نستف البيض في هاد لي غونجمون هادو. صراحه كيغونجيو مزيان، اللي باقي ما خداهمش غير ياخذهم، كينفعوا وكيغونجيو لك البيض مزيان. هنا غادي نستف البيض ديالي كامل في هاد البلاطويات هادو ونرجع معكم. هنا من بعد ما استفت البيض ديالي حطيته في الثلاجه، دزت هنا باش نحضر وجبه العشاء. بالنسبه للعشاء غادي نحضر معكم كراتان بالكفته، كيجي رائع ولذيذ. بالكفته وبطاطا كيجي شهوه منه. هنايا خديت 6 ديال البطاطات، قشرتهم وغسلتهم، بقيت نقطعهم دوائر على هذا الشكل، حاولوا تكون دوائر غليظه شويه. غادي نضيف ليه شويه ديال الملحه، وغادي نحطها تسلق ليا مده ديال 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. راه بطاطا دغيا كطيب، ما كتاخذش وقت كبير. غادي ندوز هنايا باش غادي نحضر الحشوه اللي هي شويه ديال الكفته اللي غادي نستعمل في هاد الكراتان هادي. خديت مقيله هنا درت فيها زيت نباتيه. غادي نشحر بصيله مقطعه المربعات صغيره حتى كتشحر وكتبان لينا، وغادي نضيف من موراها الكفته. ممكن انكم ديروا لا داند
اولا الطون، يعني كيبقى لكم حسب الاختيار وحسب الرغبه اللي بغيتو نتوما. هنا من بعد ما تشحرات ليا هذيك البصيله ضفت هنايا القزبور مفروم اولا المعدنوس، وضفت الكفته ايضا، وغادي نشحر المكونات مزيان. هنا علين ما كتشحر لينا الكفته غادي ندوز نحضر العصير اللي غادي نرافق مع هذا الكراتان. خديت كميه ديال الليمون كتبقى على حسب عدد الافراد، غادي نعصرها مزيان. غادي نعصر عفوا هاد الكميه ديال الليمون، وغادي نضيفو على الباباي. هنا عندي الباباي كونجلي، يعني درتو في الخلاط الكهربائي وكبيت عليه الليمون وخليته على جنب باش يدي كونجولا، عاد نطحن العصير ديالي. هنا كانت الكفته بدات تحل معايا حيتاش كانت في الكونجيلاتور. بديت تنضيف العطريه اللي هي راس ملعقه ديال الخرقوم، راس ملعقه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره، شويه ايضا ديال البزار، والقليل من الملح حسب الذوق. هنا غادي ندوز نحضر البيشاميل اللي غادي نحتاج ليه 200 مليلتر ديال الحليب، غادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الزبده، وغادي نسم البيشاميل ديالي بشويه ديال الزعتر اللي هو مطحون، وشويه ديال البودر ديال الثومه، هادو فقط للتنسيم. ممكن انكم ديروا ضامه ديال كنور، كيبقى لكم حسب الرغبه. انا نسمت بالثومه وبالزعتر. هنا ضفت راس ملعقه ديال الابزار وشويه ديال الملحه، كما قلت لكم ملحه حسب الذوق. هنا غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال دقيق النشا اولا مايزينا، ممكن انكم ديروا غير دقيق عادي، دقيق الفورس. انا هنا درت مايزينا، وغادي نحرك المكونات مزيان قبل ما غادي نحطهم على عافيه باش يغلاو لينا. غادي نحركهم مزيان حتى كتذوب لينا ديك النشا، وغادي نديرهم فوق عافيه حتى كيعقد لينا الخليط. كما كتشوفوا هذا هو لا تيكستور ديال البيشاميل ديالنا، خليوه يكون شويه خفيف ما يكونش عاقد. هنا خديت المول ديال الفران دهنته بالزبده، ودرت واحد الكميه قليله ديال البيشاميل من التحت، وغادي نضيف كميه ديال البطاطا. كما كتشوفوا الكميه قسمتها الى نصفين. الكميه الاولى غادي نديرها على هذا الشكل هذا، وغادي ندير من فوق منها الحشوه ديال الكفته والبصله من بعد ما تشحروا وطابوا لينا. غادي نديرها فوق ديك البطاطا، وغادي نضيف البطاطا من الفوق، وندير البيشاميل ديالي. ممكن انكم ديروا قطع ديال الفرماج فوق الكفته باش هكا يجيكم الكراتان معلك اكثر. انا هنا ما ضفتش الفرماج، يعني اكتفيت غير بالبيشاميل. كما كتشوفوا هنايا درت الكميه اللي بقات ليا ديال البطاطا. غادي نحاول انني نوزعها فوق ديك الكفته مزيان تتولي طبقه مهمه، وغادي نضيف من فوق منهم البيشاميل كما قلت لكم حاولوا انه يكون خفيف ما يكونش عاقد بزاف باش هكا تجيكم الكراتان ديالكم معلكه ما تجيكمش ناشفه. غادي نحاول انني نوزعها على البطاطا، نوزع عفوا البيشاميل على البطاطا. وغادي يكون هنا الفران سخون على 250 درجه من الاسفل والاعلى، وغادي ندخل الكراتان ديالي يتكراتينا ونشاركو معكم في الاخر. كما كتشوفوا كما قلت لكم فران على 250 درجه من الاسفل والاعلى. هنايا العصير طحنته، غادي نكبو في هذه القريعه هذه كما كتشوفوا كيجي خاطر وزوين. وهنا الكراتان ديالي راه كيكون واجد، يعني هنا ساليت وجدت العشاء ساليته كما كتشوفوا كيجي رائع، واهم حاجه لذيذ لا شكلا ولا مذاقا. هنا غادي نرافقوا كما قلت لكم بالعصير، وكيكون هذا هو عشانا الخفيف اللي بارطاجيت معكم. هنا من بعد ما وجدت معكم العشيوه غادي ندوز نبارطاجي معكم الكوموند ديالي ديال اوريفلام، الكوموند الرائعه. انا فخوره انني صراحه انضميت للشركه ديال اوريفلام، شركه مميزه، شركه تحقيق الاحلام. واي وحده ممكن انها تنضم لينا بدون شهاده، بدون دبلوم، بدون قرايه، غادي تخدمي على راسك ومن دارك ووسط وليداتك. كما كنقول لكم اوريفلام كتخدمي على راسك وكتنظمي مجموعه ديالك باش تغيري حياتك للافضل، وكتكون عندك ايضا ماندا شهريه وسفريات داخل وخارج المغرب، وبزاف ديال العروض وبزاف ديال الهدايا في الفي اي بي كيكونوا رائعين. كما كتشوفوا هنايا بديت معكم بالكتالوج ديال شهر 12، صراحه فيه عروض
طرفانات كريمات رائعين كيحمقوا اثمنه جد 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 مناسبه. هنايا كنشارك معكم الكادو ديال الفي اي بي، كادو رائع. انا خديت هاد الغلاي ديال الالكتريك اولا الغلاي ديال اولا السخان ديال الماء عفوا، كانوا حاطين لينا هدايا اللي هما رائعين ومميزين. صراحه عطاونا لي شوا كبير، فيه سيكان، فيه فاطي، فيه لي سوبيير، فيه بزاف ديال الحوايج. انا اكتفيت غير بهذا الغلاي هذا ديال الماء اولا السخان ديال الماء، صراحه زوين يستحق، وكان الثمن ديالو رمزي بزاف مقارنه مع الا مشيتوا لي غروند سيرفاس غادي تلقاو هاد لا مارك هذه بثمن باهظ. اول حاجه بالنسبه لا كوموند عندي هذا الطالك هذا، انا كناخذو كنديرو للصبيبطات. صراحه كيعطي واحد الريحه زوينه، ما كيخليش لكم الصبيبطات فيهم واحد الرائحه كريهه. وايضا ممكن ديروه للعراق اولا لي بيبي صغار. وايضا هاد لي جيل دوش هادو ما نقولش لكم تاكلوهم بالريحه ديالهم، تاكلوهم الرائحه ديالهم زوينه ومنعشين. وهذا الشامبوان هذا من مكون من القمح والكوكو، صراحه زوين. وهاد لي جيل دوش هذا ديال الخزامه بالصابونه ديالو، صراحه قام اللي هي زوينه. وغادي نشارك معكم ايضا هاد الكريمات هادو رائعين في الادغاطاسيون ديال الرجلين اللي عنده تشققات او رجليه ناشفين، ما موحدش ليهم اللون. صراحه هاد الكريمات واعرين بزاف. هاد الكريم هذا ديال جيورداني حتى هو رائع، الرائحه ديالو زوينه. كاين ايضا هاد لو ستيك او بيبي كريم، حتى هو بيبي كريم حتى هو كيعطي واحد ليكلا في الوجه زوينه. يعني هنا كنشارك معكم غير هاد الكوموند هذه البسيطه. كما كتشوفوا هاد الصابونه هذه كتمشي مع هاد الجيل دوش هذا. صراحه الريحه ديالهم فنه بزاف. وشكون اللي ما يعرفش صابونات ديال مين، انا وباقا صغيره صراحه كنت نسمع هاد مين هذه كيديروا بها ماسكات كتبيض كتوحد اللون ديال البشره وفريمون زوينه بزاف. وعندي ايضا ماسكارا اللي كيعطيو الفوليم للشفار وكيبقاو مده طويله. واخا تقيسوا وجهكم بالماء ولا ما كيضيعش معاكم. وهاد العكر هذا اولا هاد الغوج على ليفغ صراحه تاكلوه بالريحه ديالو زوينه، ريحه الشكلاط صراحه. ولا كولور ديالو ماشي مات، هو بغيي صراحه زوين. وبالنسبه لهذا اونتي سيرن ديال لا مارك دوان، اونتي سيرن زوين، كان في ثقافه المنتوج صراحه زوين بزاف. وهنايا غادي نشارك معكم هذا القلم ديال جيورداني. صراحه غير تيستيت في يديا ومن بعد غسلت الماعن وقصت يديا بالماء والو ما بغاش يتحيد. صراحه كيبقى مده طويله وما كيضيعش. قلم كان الثمن ديالو زوين في هذا الشهر وخرجت منه واحد. وهنا غادي نشارك معكم مفاجاه اللي هي مكانه زوينه اولا ساعه زوينه، كانت في العرض ديال التسجيل. وخديت انايا كانوا عندي اختيارات، اما ندوز مكانه ديال النساء اولا ديال الرجال. اختاريت انني ندوز ديال الرجال، خديتها لراجلي. صراحه عجباتو وزوينه بزاف. يعني عندها واحد يعني الملمس ديالها ولا كولور ديالها والخدمه ديالها الفينيسيون ديالها زوينه. مكانه رائعه بزاف. وشركه اوريفلام اقترحتها لينا. صراحه ما كاينش شي عروض غادي تلقايهم في شي شركه من غير هاد الشركه هذه. كما قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط ديال الجروب ديالنا في اول تعليق مثبت، وايضا في صندوق الوصف. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، ما غاديش تندمي. الشركه ديال اوريفلام راه شركه رائعه ومتالقه دائما. كل شهر كيكونوا عروض ليهم زوينين وغادي يعجبوكم ان شاء الله. كنتمنى كنكون هنا ايضا وصلت للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الحباب وصحابو في مواقع التواصل الاجتماعي. كانت معكم ابتسام.